وقتاش تتغر؟ انت قلت لي النسبه تطلع وتهبط عندك، وقتاش تطلع النسبه؟ سبحان الله انا بشر يعني نجم نتغر كما يقولوا في الشارع. اكثر عدد في الغرور خذيته نتضرب قداش؟ في روحي ساعات. تضرب في ساعات روحك. نجم نغلط في روحي سبحان الله. ساعات واحد يقول ستوب راك غلط في روحك يا سمير الوافي، ريذ شوي ارجع لحجمك الطبيعي. راهو حط شيء ما عملت شيء في حياتك ومازلت، وتنجم غدوه تخسر كل شيء وتنجم يعني الحرفيه عدد من 1 ل 10. لا ما نحكمش على روحي. حرفيتك قداش تعتبر روحك تخدم بحرفيه؟ لا يعني نجم نحكم في الانحراف، اما في الحرفيه لا. اعطيني الانحراف قداش عدد من 1 ل 10؟ احرجت روحك وحدك. والله اسمع معناتها سا ديبون شنو الانحراف. انت عاده فسر لي السؤال اللي طرحته وحدك. لا ما طرحتش عليك سؤال، انت قلت لي الانحراف. الانحراف انواع. من نوع انت منحرف؟ انا منحرف في الهبله نتاع الخدمه، نعتبر روحي حرفيه. رجعت لسؤالي، اي ما حبيتش نقول لك انحراف، قلت لك حرفيه. فما فرق باش نبرد لك على قلبك. انا نعتبر روحي مازلت نتعلم وما وصلتش ماكش حرفي يعني، ما وصلتش للحرفيه. الحضور من 1 ل 10 قداش تعتبر روحك عندك حضور وكاريزماتيك؟ ميرسي بوكو. قداش تعطي روحك عدد؟ 1 على 10 قالت. الوالده نتاعي ربي يفضلها لي ديما تقول لي يعطيك القبول ومحبه الرسول. انا نحس روحي عندي نسبه من القبول والحمد لله، وهذه نعمه من عند ربي، لا تتقرى ولا تتعطى في جامعات ولا تتهدى ولا تتباع ولا تتشرى، نعمه من عند ربي. اذا الواحد عنده الحاجه هذه ولو بنسبه صغيره ويزيدها شويه ثقافه وشويه خدمه واجتهاد، الحمد لله يا رب. دونك انا نعتبر روحي عندي نعمه اسمها القبول ولو نسبيا، نحاول نهذبها واضح ونطورها. نتعداو الفقرة لشكون تقول. لشكون تقول. سمير الوافي، في الفقرة هذه باش نعطيك مجموعة من الأمثال الشعبية التونسية وأنت تقول لي لشكون تقولها، شخص أو الحالة أو الوضع معين. أعمل كيما جارك ولا بدل باب دارك؟ أعمل كيما جارك ولا حاول باب دارك؟ نهديها لبعض الزملاء اللي لا يخدموا لا يخليوا شكون يخدم. نقول لهم اخدموا كيما الناس اللي تخدم وتغلط، خير من اللي تفشلوا وما تغلطوش. اللي يخدم ويغلط خير من اللي يفشل وما يغلطش بالكل. بعض الزملاء الصحفيين. واضح. به اضرب القطوسه تتربى العروسه. القطوسه اضرب القطوسه تتربى العروسه. صعيبه هذيا معناها اضرب القطوسه تتربى العروسه. انا لا عندي لا قطوسه لا عروسه. ليه؟ هو المثل واضح يعني انه ممكن ما تمشيش للشخص مباشره، يعني مثله حاجه قريبه له يعني. ربما تنطبق على الدولة التونسية اللي يلزمها تطبق القانون. وقت اللي تطبق القانون على حالات معينة يتسواو الناس، يتسواو الناس، يتسواو البقية. واضح. به اللي ما فيه قلب يموت سمين معشعش. نهداها الرئيس الجمهورية. لأنه رئيس الجمهورية يلزم يحس ما عندوش قلب حسب رأيك؟ يلزم يحس، يلزم يكون عنده قلب أكثر، معناها إحساس بالتوانسة. عبر على صدمته هو من فوالا. ما يكتفيش بالصدمة والتنديد والبيانات تاع الشجب والاستنكار. كأنه شاكك في روحه اللي هو صاحب سلطة يعني. هو احنا ندوا ممكن واحنا نتصدموا، اما هما ممكن عندهم السلطة والقرار، هم اللي يتحركوا. مش ياك تجاوب عليه كاو سي بون. واضح. به الشيب والعيب شكون تقول؟ لا عيب باش نقول الشيب والعيب للشخص ما نجمش نقولوا الشيب والعيب، نقولوا الفئة من التوانسة اللي نشوفوا فيهم في الأماكن العامة. يبدأ عمره 70 ولا 60، ربي يطول في عمره لا محالة، ولكن حركاته سبيانية ونتاع مراهقة ونتاع مراهقين، ويبدأ يقلق في البنات الصغار وكذا. أنت تغير برشا عن سمير الوافي. البغلة تبدل والكريتة هي. البغلة تبدل والكريتة هي.
هذه تنطبق على تونس. من لوطا القاعده مازالت كما هي. نقولوا وقعت ثوره وقت اللي تصير ثوره في العقليات، والعقليات تتبدل نتاع التوانسه، والاداره تتنظف والفساد يمشي. اما وقت اللي الريزو مازال هو بيدو وبدلت كان الاسم نتاع الريزو، ما عملنا شيء. واضح. به نتعداو الفقره بصراحه. اهلا وسهلا. بصراحه سمير الوافي، اهلا وسهلا. شافوك مع منظر الزنيدي في باريس، بصراحه شنو هي علاقتك به؟ منظر الزنيدي هو وزير سابق في عهد بن علي. عهد بن علي. صديق شخصي، ما كانش صديقي قبل الثورة، هو صديقي بعد الثورة، ونعتز بصداقته. وهو من أعز الناس اللي تنجم تعرفهم، وما تنجمش تلقى إنسان يكره المنظر الزنيدي من اللي يعرفوه، من الناس اللي يعرفوه. وقت اللي كان وزير صحة في عهد بن علي، هذا معناها شهاده للتاريخ. ما عندي الراجل ماهوش وزير تو ولا رئيس باش يعطيني ولا باش ينفعني. الراجل في المنفى ربي يفرج عليه، وان شاء الله ينصفوا القضاء ويرجع لبلاده. مع المصالحه سمير الوافي؟ لا خاطر عنده قضيه فارغه ما فيها حتى شيء. كان جاء عنده قضيه كبيره عمري ما نقول عليه. هما كلهم تو باش يقولوا اللي هما عندهم قضايا فارغه يعني. خنجيوك. لا هو بالذات. انت سالتني على منظر الزنيدي، مش كلهم عندهم قضايا فارغه. تعليق على كلامك يعني، تعليق على هو كلامك. بالذات وبعض الاسماء القليله عنده قضايا فارغه. منظر الزنيدي من احسن الكفاءات اللي عنده، من احسن ما انجبت الاداره التونسيه. هذه كلمه حق، ما نخافش كي نقول كلمه حق مهما كان صفه الشخص او اسمه. نقابلوا في باريس مش مره مش اثنين، ديما نقابلوا ونساندوا ونحب، وماذا بيا القضاء ينصفوا، وان شاء الله يا ربي يفرج عليه. خاطرو انسان باهي اخلاقيا وانسانيا، ما نحكموش بالمظاهر. واضح سمير. يتهموك اللي انت تجمعي سمير الوافي، شنو تجاوب للاتهامات هذه يعني؟ خاصه كما قلت لك هما كي شافوك معاه. لا خاطر طولت ياسر يعني. وصلت الفكره. لا وصلت. انت وليت تشكر فيه يعني. لا هاو انا جيتك بالسؤال، انت وليت تشكر في منظر الزنيدي. خليني نجاوبك باش نطرح عليك سؤال. من حقي نشكر ولا؟ اتهموك اشكر، اما لكن مش تضرب ساعه يعني انت تشكر. يعني اتهموك اللي انت اتهموك اللي انت تجمعي، وخير دليل الكلام ممكن اللي كنت تحكي فيه انت تو على منظر الزنيدي. ممكن تو الناس كي يزيدوا يسمعوك تزيد تلصق فيك الاشاعه. ما قلنا احنا كي واحد يوجه تهمه يجيب الدليل. هاو دليل شافوك معاه وانت تو تدافع عليه. تو انت صحفيه تبارك الله عليك، كنت نشكر فيك ونقول لك نطرح في سؤال يعني. السؤال ما يمثلنيش، اكيد يمثل الناس. ما يجيش معناها على خاطر نقابل في كل من نقابل معناها. هذا راي الناس راهو يا سمير. احنا ننقلوا في راي الناس والاتهامات. مش خاطر قابلت منظر الزنيدي، على خاطر امور اخرى. هما يراو انه انا كنت تجمعي. كل واحد توا كان مشهور في عهد بن علي يلصقوا فيه كلمه تجمعي. عندي بطاقه انخراط، كنت رئيس شعب، كنت كاتب عام لجنه التنسيق، كنت ننشط في التجمع. لا كانت عندي علاقه بالتجمع. التجمعيين كانوا جيراننا. كان العطار نتاعنا رئيس شعبه، كان امين المال هو اللي في الاداره، كان رئيس المدير العام، البنكاجي، الاستاذ، المعلم، الكلهم كانوا منخرطين في الشعب، في الشعب، في التجمع، متعاونين مع التجمع. مش على خاطر، مش كلهم على خاطر مصالح. ثم اللي يخاف مسكين يلزمه مجبر باش يتعاون مع التجمع او ينخرط فيه، وثم اللي على خاطر مصالح ومنافع، وكل واحد والغايه نتاعو. شنو باش ننكروا جمله؟ سبيل. انا شوف، انا كانت علاقتي بالتجمع علاقه خوف. كمعظم التوانسه كنت نخاف على روحي، نخاف على عائلتي، نخاف على مستقبلي. كنت صغير، كان التجمع، كنت نحضر في حفلات التجمع. كنت حتى في زغوان كانوا يتنظموا حفلات تاع التجمع، كنت ساعات يطلبوني باش نشطهم على خاطر بلادي. كنت نجيب حتى في فنانين لبلادي. لا استنفعت من التجمع، لا عطاوني رخصه، لا تيسيو متعامل معاها، لاني موجود في سجل تاع البوليس السياسي، لا خذيت فيرمه، لا خذيت ارض، لا استفدت. هذا شنو تحاسب. لا عندي قضيه في الخصوص هذايا. كنت نتعامل مع التجمع علاقه خوف وجبن. كنت جبان. به سمير الوافي مع قانون تحسين الثوره؟ مع قانون تحسين الثوره اللي هو بطبيعه الحال الجوهر نتاعو اقصاء التجمعيين من السلطه. مش معاه كعقاب جماعي. يعني بعض الناس معاه في محاسبه اللي اذنبوا، سواء كانت جرائمهم سياسيه فعليه ثابته او
قانونيا. لا هو تحسين الثوره من ناحيه انه الناس معاه جزئيا. لا انا جيتك سمير، خلينا نفسر لك اكثر. انه الناس اللي كانوا التجمعين